مساء الفل صديقي البروكر، وحشتني قوي والله العظيم. النهارده انت بتتفرج على مدثر الدسوقي في اكبر سلسله تعليميه للبروكر وللسيلز. يلا بينا يلا بينا. وقبل ما تعلم حد اي حاجه لازم تبقى عارف العقليه اللي لازم تتعامل بيها مع الشيء الجديد اللي انت داخل عليه. وللاسف صديقي البروكر، عقليتنا هي اهم شيء تقدر تخليك تبقى احسن حد في المجال بتاعنا او تبقى زيرو حرفيا من اول ما تدخل. لان اي حد تاني شغال شغلانه في السيلز هو بيبقى بيعمل مبيعات يوميه. يعني حضرتك لو شغال في بنك اكيد هتعمل ديل او ديلين في الشهر، او ممكن ديل او ديلين في اليوم على حسب شغلك عامل ازاي. اما لو انت شغال مثلا في محل شوزات زي حالتي كده، كنت شغال في محل شوزات، هتقدر اللي انت تبيع في اليوم قطعه او 2 او 3 او 10 او 20 على حسب المكان اللي انت واقف وشغال فيه. لكن شغلانتنا امر تاني خالص. يعني انت ممكن في البدايه تبقى مكتفي جدا باللي انت تكون بتتعلم. اي نعم هتختصر كتير جدا في الكورس بتاعنا دوت، لكن هتخش في مجتمع فيه منه من السلبيه حاجات كتير قوي. وده اللي هينقلنا لاول حاجه الا وهي السلبيه. السلبيه صديقي البروكر هي من اسوأ حاجه انت ممكن تقابلها، ولازم تتعامل معاها بطريقه معينه علشان خاطر تبدا توصل للي انت عايزه بشكل اسرع واقوى. خلينا متفقين ان دي من اهم الحاجات اللي انت ممكن تسمعها من اول الكورس، ولو ما قدرتش تتخيلها وتقتنع بيها وتتخيل ان انت هتشتغل فيها، صدقني فالشغلانه دي من البدايه ومن اول حلقه بقول لك هي مش بتاعتك. ان انت تكون انسان سلبي، انت مش بس بتاثر على نفسك، انت بتاثر على الناس اللي حواليك. وده برضو للشخص اللي قدامك، هو مش بس بيأثر على نفسه، هو بيأثر كمان عليك. فمش كفايه بس ان انت تبطل سلبيه او توقف سلبيه، لا انت كمان لازم ما تقعدش مع حد سلبي. طيب خلاص سهل، مش هبقى سلبي. ده اللي انت دلوقتي ممكن تتكلم فيه وتقوله، بس صدقني الموضوع بتاع السلبيه لازم تنتقيه وتاخد بالك من الكلمات اللي انت بتقولها لنفسك. لان انت ممكن بمنتهى البساطه من غير ما تحس انت او حد من زمايلك تقول مثلا ان الارقام النهارده مش كويسه، او تتكلم مثلا وتقول ان محدش بيرد عليا النهارده. دي من ضمن الكلمات السلبيه اللي ممكن تقفل يومك جدا، لان عقلك الباطن خلاص بيترجم ان كل الارقام على نفس الشكل. فاول ما هتجيلك فرصه في ثانيه هتختفي، عشان خاطر حضرتك كده كده متاكد وعاطي اشاره لعقلك ان الارقام اللي موجوده النهارده او اللي انا بكلمها النهارده هي مش كويسه. تاني حاجه صديقي البروكر هي طموحك واحلامك. حلوين. لازم دايما تبقى عندك طموح واحلام على المدار القليل وعلى المدار البعيد. يعني ما ينفعش بس تقول انا حلمي ان انا اجيب عربيه لامبورجيني. طب تمام، العربيه اللامبورجيني اللي انت هتجيبها دي مش هينفع تجيبها في بدايه شغلك كاول سنه ليك في الريل استيت. ممكن تجيبها على مدار 3 سنين او 4 سنين او ايا كان الوقت اللي هتشتغل علشان خاطر تجيبها من خبرتك ومن شركتك ومن الارقام اللي انت هتشتغل فيها. فلازم بتحدد على الاقل الرقم اللي انت عايز تكسبه وتجيبه في اول كوارتر. هتقول لي ايه ده مدثر، وانا ممكن اجيب اصلا عربيه لامبورجيني؟ اعرف ناس جابت اكتر من عربيه لامبورجيني. طيب يبقى كده انا لازم احدد الفلوس اللي انا عايزها. طب خلاص يا مدثر، انا عايز نص مليون جنيه او عايز 400,000 جنيه، ايا كان الرقم اللي انت عايزه، ده هيغطي لي حاجات معينه انا كنت محتاجها على مدار ال3 شهور، وده هدفي وده حلمي. هترجع للتيم ليدر اللي معاك اللي هو ان شاء الله يكون انا يعني، وهتبدا اللي انت تحلل معاه الرقم ده. يعني ايه؟ يعني هتشوف الريت اللي موجود بتاع الشركه، كل كام عدد من الكولز اللي انا بعملهم بيرد عليا كام واحد منهم، واللي بيردوا دول كل كام واحد بيردوا عليا منهم انا بحدد من خلالهم ميعاد، والمواعيد اللي انا بحددها دي بيطلع منها كام ميتنج على ارض الواقع وبيحصل بالفعل، والعميل بيجي فعلا وبيقعد معايا او بيقعد مع الشخص المختص. والناس اللي بتقعد معايا دي كام شخص منهم او الريت بتاعهم كام الناس اللي بتعمل ديل من الناس اللي نزلت في الميتنجز، وعدد الديلز اللي انت محتاجها على اساس الكوميشن بتاعك يقدر يجيب لك كام. طب مدثر ما تلخبطنيش، انا مش فاهم انت عايز تعمل كده ليه؟ عشان خاطر حضرتك لما يطلع لك الرقم اللي فوق خالص اللي هو عدد الارقام اللي انا عايز اكلمها، حضرتك بتقسمها على ال3 شهور. وليكن انا عندي 900 رقم مثلا، عندي 900 رقم، معنى ذلك ان انا كل شهر محتاج اعمل 300 رقم، وال300 رقم دول يرد منهم قد كده ويعمل منهم قد كده، فتقسمهم على الايام، فتبقى رايح الشغل بتاعك عارف ان انا النهارده عايز اكلم قد كده، يرد قد كده، ولو ما ردوش فانا لازم اخلي العدد ده يرد، يعني لازم ازود كولز عشان العدد ده يرد. طب لو ردوا وما جبتش البوجد اللي انا عايزه، فانا قاعد وعندي تارجت يومي،
ودي المشكله اللي اغلب التيم ليدرز مش هيعملها، وده اللي احنا هنشوفه في الكورس اللي بعد كده بتاع التيم ليدرز. لو انت متابعني هتشوفه على الصفحه. وبكده صديقي البروكر يبقى احنا خلصنا تاني نقطه، الا وهي طموحك اللي لازم تبقى مرتبطه بارقام منطقيه خلال مده زمنيه محدده. وصدقني كل كلمه بقولها لازم تمشي عليها بالحرف. انا عارف ان كلامي دوت ممكن يكون بيطول عليك، بس صدقني لازم ابني فيك قبل ما اعلمك اي حاجه، قبل ما اعلمك كلمه بروكر يعني ايه. انا لغايه دلوقتي ما قلتلكش يعني ايه كلمه ريل استيت اصلا. قبل ما اعلمك اي حاجه لازم تبقى فاهم الكلام اللي انا بقوله، ولازم تبقى فاهم شكل الشغل اللي انت داخل عليه عامل ازاي، عشان خاطر انت تحدد انا هكمل ولا مش هكمل، لان اللي انا بقوله ده ممكن يكون قاسي على ناس معينه. ثالث حاجه صديقي البروكر الا وهي شكلك واسلوبك. شكلك واسلوبك هيحددوا حاجات كتير جدا في مستواك في الشغل بتاعك، البوزيشن بتاعك وطريقتك، وانه كاتيجوري من العملاء انت هتتعامل معاه. ايه ده مدثر؟ هم ممكن يختاروا اصلا حد لكاتيجوري معين؟ طبعا. يعني لو حد عنده من اللباقه الكافيه ان هو يتعامل مع شخص عنده مصانع كبيره وما عندهوش الرهبه ان هو يتعامل معاه، فبياخدوه وبيعاملوه. لو شخص تاني مهندس اكيد هيعاملوه مع الفئه بتاعت المهندسين، والدكاتره هيعاملوه غالبا مع الفئه بتاعت الدكاتره. ممكن يكون في استثناء وحد بيقدر يتعامل مع كله، دي سكيلز تانية احنا هناخدها برضو في مراحل متقدمه ما تقلقش. لكن اللي عايز اقوله لك اللي انت دايما بتحاول تكون قادر تتعامل مع كله. فما ينفعش تكون حضرتك شخص مش منظم وشخص اسلوبك سوقي في الشغل وتقول انا ليه مش بيخلوني اقعد مع العملاء التقيله، او مش بيدوني احسن ليد موجود في الشركه، او مش بيدوني العملاء الكواليفاي. لا ده غلط. وبرضه ما ينفعش تقول الناس دي بيبصوا على الشكل الاجتماعي وبيبصوا وبياخدوا بالمظاهر. طبعا بياخدوا بالمظاهر لان انت بتتعامل مع اعلى فئه او اعلى شريحه موجوده في البلد، هم بيشتروا اعلى منتج موجود في حياتهم وفي العالم كله، واغلى منتج الا وهو العقار. فلازم ابص على شكلك، ابص على الاتيتيود بتاعك، ابص على اسلوب تفكيرك. هل انت ينفع اللي انت تبيع منتج زي ده ولا ما ينفعش من الاساس اللي انت تبيعه؟ فلازم اسلوب كلامك يبقى سوفت، لازم يكون عندك الفلكسبل الكامل اللي يخليك تتعامل مع كل الناس، وفي نفس الوقت لازم تطور من طريقه كلامك اللي انت تعرف تتكلم في الارقام، تعرف تتكلم في الميتينجز، تعرف تتكلم في العربيات، تتكلم في اي حاجه ممكن العميل يتكلم فيها تقدر تتكلم شبهه وبشكل كويس. وبرضه هناخد في مراحل متقدمه ايه الاسلوب وايه الطريقه اللي تتعامل فيها مع كل كلاينت، وايه انواع الكلاينتس اصلا اللي موجوده في الماركت. اخر حاجه صديقي البروكر لازم تاخد بالك منها وتعملها، وهي ثالث حاجه النهارده هنتكلم فيها، تنظيمك واستمراريتك. والاثنين لازم يكونوا في بوينت واحده بس، لان حضرتك لو مش منتظم بشيء معين فاكيد مش هيبقى عندك استمراريه، لان انت اصلا ما عندكش محتوى تستمر عليه. فلازم تعمل لنفسك محتوى منظم، وده اللي انا قلته في ثاني نقطه، اللي انت تحدد احلامك صح وتحدد ارقامك صح، فيبقى عندك عادات يوميه. وانصحك ان انت تقرا كتاب العادات الذريه، عشان خاطر الكتاب ده من اخطر الكتب اللي تقدر تعمل بيها عادات كويسه وصحيه تنقلك في حته تانية خالص، خليك شكلك بروفيشنال اكتر قدام اي حد وقدام نفسك، والمديول بتاع حياتك يكون احسن. فلازم تكون عندك عادات منظم عليها كل يوم، ولازم يبقى عندك استمراريه. هتيجي في النص ممكن ما تحققش نتائج في فتره معينه في الاول، ممكن تيجي بعد ما تحقق نتائج تحس ان انت خلاص وصلت لكل حاجه او وصلت لمرحله كويسه فتقف وما تكملش. كل اللي انا قلته دلوقتي دوت عايزك تراجعه مره واثنين وثلاثه وتكتبه في ورقه عندك عشان خاطر يثبت في دماغك. تكتب البوينتس اللي انا اتكلمت فيها وتعمل دواير وتفهم انا بتكلم في ايه كويس قوي، عشان خاطر تقدر تحدد هل الطريق ده بتاعي ولا لا، هل انا اقدر اشتغل بالمديول دوت ولا لا، هل اقدر اعمل الحاجات دي واكون منظم بالشكل دوت ولا لا. انا مش عايزك 100% اللي انت تبقى بتقدر تعمل الحاجات دي، لكن على الاقل تكون 85% انت قادر تعمل الحاجات دي. هسيبك دلوقتي صديقي عشان خاطر تشوف الحلقه الثانيه من اهم الحلقات، وهنبدا خلاص في الشغل والجد. شمر وايدك معايا، اشوفك في الحلقه الجايه.